السنة دي وزي كل السنين اللي فاتت والنهارده ليلة راس السنة كل سنة وانتم طيبين، كانت مليانة مؤتمرات وافتتاحات وصناديق وقروض وموافقة على قروض مر والله يعطيكم العافية، إبداع والله. وصناديق وافتتاحات ومؤتمرات، وكنا متخيلين ان احنا هنقفل السنة بصندوق قناة السويس اللي طبعا طلع علينا الإعلاميين اللي وصفهم المهندس نجيب ساويرس بأنهم، وكان بيسأل على في حد ناقص في الصورة، انت ساقط ابن ساقط. طلعوا علينا قلنا لا، قناه السويس دي مش تتباع، محدش يقدر يبيع قناه السويس، على اساس ان كان في مواطنين متخلفين عقليا او مواطنين اندال متخيلين ان الحكومه هتبيع المجرى الملاحي وتبيع المراكب اللي ماشيه والسمك. وطبعا مفيش اي حد عنده هذا التصور، وكلنا عارفين ان انت لا تقدر تبيع المجرى الملاحي ولا تقدر ان انت حتى ترفع رسوم العبور في القناه سنت واحد، لان ده معبر دولي وما تقدرش تقفله، هو في ارضنا بس ده بيخضع لاتفاقيه المعابر الدوليه. فاهمين كويس قوي ان انت بتتكلم في عوائد قناه السويس وعوائد المجرى الملاحي، وان انت هتحطها في صندوق وتستثمر. المهم يعني مش موضوعنا قوي، لكن كده كده الصناديق كلها منفذه على بعض، حتى منفذه على حاجات زي اعلانات الوظائف الحكوميه، اللي انت تلاقي اعلان وظيفه حكوميه متقدم له كام مليون بني ادم، وفي الاخر هنقبل منهم يعني كام الف واحد، ده لو تم الاعلان عن ان قبلوا منهم حد. والسبب طبعا ان انت روح بقى هات يا ابني قيد عائلي، روح هات فيش جنائي، روح هات شهاده ميلاد. ايه شهاده الميلاد دي هتعدي عليها 6 شهور؟ لا ما تنفعش. هات 20 جنيه ليه يا بيجي خسران؟ طب وانا كنت بلعب معاك يا بيجي على اساس يعني ان انت بياناتك هتتغير في ال6 شهور، لكن طبعا مش قصه ان بياناتك تتغير، هي نفس بياناتك، لكن احنا لا عايزين شهاده جديده كده عشان تروح تدفع رسوم الشهاده الجديد. تخلص مش كده برضه ولا ايه؟ لا كل حاجه كده تبقى جديد، ما يعديش عليها 6 شهور، ما يعديش عليها 3 شهور. فهي الموضوع كله واحد، هو صندوق كبير، احنا قاعدين في صندوق كبير. المهم يعني كنا فاكرين ان احنا هننتهي بموضوع الصندوق بتاع كاسوس، لا طلع بقى في صندوق جديد اسمه صندوق الاسره المصريه. صندوق دعم الاسره المصريه ده بالمناسبه هو مش جديد ولا حاجه، هو موجود من زمان، موجود من سنه 2004، اتعمل بناء على قانون الاحوال الشخصيه لسنه 2000 اللي احنا عارفينه، لان القانون ده هو اللي نظم اجراءات الخلع، وطبعا اجراءات الخلع والخلع ده عموما احنا كلنا عارفين. والرسوم دي وقتها كانت 50 جنيه، زادت في 2015 ل 100 جنيه و4 جنيه عند المستخرج بتاع الزواج، و50 جنيه برضو عند الطلاق، زادت ل 100 جنيه و9 جنيه للمستخرج عند الطلاق. حلو الكلام. الرسوم دي في الغالب كلنا كنا بندفعها، لكن المشكله ان الصندوق ده كان بيكفل الاسر عن طريق بنك ناصر، وبنك ناصر ده كان له بقى اجراءات في ان في ازواج ساعات ما بيدفعوش، في ناس ساعات بيتهربوا، ففي مديونيه بتكبر، المديونيه عماله تكبر، وعلشان كده قال لك بقى لا احنا هنعمل صندوق جديد يتلافى العيوب اللي كانت في الصندوق القديم. الموضوع ان الرسوم ده يبقى 50,000 و60,000 والارقام اللي احنا سمعناها دي، انا ما اظنش طبعا انه الرسوم هتبقى من 100 جنيه ل 50,000 جنيه، ده في المشمش. وحكايه بقى ان اللي بيتجوز معاه فلوس يدفع، هو لا يعني مش معاه يدفع 50,000 جنيه ولا حتى 10,000 جنيه ولا حتى 5,000 جنيه، وال1000 جنيه يعملوا له ازمه اصلا. يعني انا اظن انه لو هيبقى البتاع ده هيمشي، ومش هيبقى يعني في الغالب هيمشي، يعني لا هيمشي، ممكن ظن شخص ان هو ممكن يبقى 500 جنيه مش اكتر من كده يعني، او حتى 500 جنيه ده كتير، بس يعني مش 50,000 جنيه. وقد يكون حتى الارقام اللي احنا سمعناها بتاعت ال 50,000 جنيه دي سمعناها عشان نصور ونغضب، و50,000 جنيه ازاي؟ فيطلع يقول لك 500 جنيه احنا سمعناكم يا جماعه، وادي 500 جنيه، يلا ان شاء الله ما حد حاول زكى عن صحه الحكومه. انا مسامح في الباقي لوجه الله. المهم ان التعديلات كلها على بعضها غريبه جدا، يعني حكايه الصندوق وماشي، هقول لك يعني انا ذنبي ايه ان انا اتحمل نتيجه ان في اب وام فشله ويتجوزوا وهيتطلقوا وانا اصرف؟ ماشي يا عم التكافل ماشي مفيش مشكله، عدي حكايه الصندوق، خصوصا انه كان ممكن بكل بساطه ان انا اعمل في التعديلات بتاع القانون ان انا اجبر الزوج او الزوجه اللي يقتدر منهم، او اجبر الاثنين ان هم يصرفوا على العيال، ولكن ماشي عدي حكايه الصندوق. ندخل بقى في حكايه الصور اللي احنا عمالين نشوفها دي بتاعه الناس اللي واقفين قدام مكاتب الصحه علشان يطلعوا الشهاده. الحكومه اعلنت انه مفيش غرامات على الناس اللي هيتاخروا في الشهاده او حاجه زي كده. قصه الغرامات دي في رايي هي برضو نفس الطريقه بتاعه احنا مش هنبيع المجرى الملاحي، واحنا هي نفس الطريقه. هو اصلا المأذون اصلا بيكتبش الكتاب من غير الشهاده، والناس اللي واقفين قدام المكاتب دي عاملين زحمه، هم مش واقفين عشان غرامات، هم عايزين ياخدوا الشهاده عشان يتجوزوا، عشان المأذون يعرف يكتب كتب
كاتب الكتاب ويوثق قبل ما القانون الجديد يطلع، ويبقوا مجبرين يحطوا فلوس في الصندوق ويروحوا يعملوا كشف طبي، اللي هو على فكره بيتعمل دلوقتي بس ما بيتعملش بجد طبعا، لا يروحوا يعملوا كشف طبي بقى بجد ويدفعوا ثمنه، الله اعلم الصوره تبقى ايه، ممكن يطلع مجاني ما اعرفش، ويعملوا الكشف الطبي، ويروح بقى الكشف الطبي ده يتعرض على قاضي، يتبعت لقاضي الكترونيا عشان القاضي يقول الجواز ده يتم او ما يتمش. وهنا رايه على فكره قالوا ان رايه هيبقى استشاري غير ملزم، يعني راي القاضي هيكون غير ملزم للطرفين، لو عايزين يتجوزوا بعد رايه يتجوزوا. ده الكلام اللي اتقال. ما هو برضه احنا ايه عمالين نلقط حته من هنا على حته من هنا على حته من هنا، مفيش كده حاجه يعني، لسه مفيش حاجه نمسكها في ايدينا غير الكلام اللي بيتقال. وهنا في سؤال عجيب جدا، هو يعني القاضي ما يلاقي قدامه تحاليل واشعاعات وفحوصات، يعني احنا عايزين دكتور، ما هيبقى في دكتور من وزاره الصحه، جميل قوي، يبقى ايه بقى لازمه القاضي؟ يا ماشي حلو وبدلات وموضوع حلو وجميل، ماشي، ايه بقى لازمته برضه؟ يعني مع احترامنا ليه مفيش حاجه، بس برضه احنا ما كان الدكتور كفايه، مش كده برضه ولا ايه؟ الحقيقه في كلام كتير الواحد يقوله عن الموضوع ده، ولكن زي ما انتم عارفين ان الامور اللي زي دي الكلام فيها لازم الواحد يخلي باله، فاحنا بس كل اللي نقدر نتمناه ان سنه 2023 تبقى سنه خاليه من الصناديق، وكل سنه وانتم طيبين. نشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جايه. الواحد لما بيطول فتره على اليوتيوب بيبقى حاسس ان هو مصدي كده، موضوع اصلا بتاع الصندوق ده بقاله كذا يوم، بس انا ايه عمال اتفرج على الصور كده واشوف الناس واشوف التصريحات واشوف الصناديق واشوف سعر الدولار واشوف يعني لا مكسل بقى، لا اقعد العب جيم فالورانت ولا حاجه، بس قلت بقى ايه لا خلاص ما بديهاش بقى، اخر يوم في السنه والموضوع بقى مستفز قوي، فنطلع نتكلم. وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم.